السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. مهما عملت ومهما سويت من أي وصفات يا بنات مش هنلاقي أجمل من الكيكة ديت. الكريمة المظبوطة، الكيكة الاقتصادية المظبوطة جدا، الكراميل السهل الممتنع. هنعمل طريقته يعني بسيطة جدا واقتصادية. الطعم بقى ما أقولكمش حكاية بجد. كيكة اللي هي الكريمة والكراميل حاجة كده مغاشة، حاجة كده. العيش كله بصراحة في الكيك ده مهما عملت هرجع لها تملي على طول. تعالوا تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي وندخل على الوصفة. هشتغل المقادير هحطها في الخلاط. انا عندي بيضتين وشوية فانيليا، هضربهم كويس جدا كده في الخلاط. اهم حاجة الضرب الكويس. بعد كده هنزل نص كوباية سكر، ونص كوب حليب، ونص كوب زيت. الثلاث حاجات ديت كلها انسس كوبايات وفي نفس الكوبايه يا بنات. تمام، وهضربهم كويس جدا. اهم حاجه بقى في الضرب، اهم حاجه في الضرب اللي هي ضرب البيضه مع الفانيليا لغايه ما تبقى بيضه تماما، يعني يبقى لونها ابيض. وبعد كده هنحط المقادير بتاعتنا اللي احنا ذكرناها. بعد كده انا عندي بقى كوبايتين دقيق، وعندي كيس بيكنج باودر هحط عليهم، ورشه ملح. تمام، هقلب. طبعا انا نخلاء الحاجات دي كلها، انا نخلاها يا بنات. وبعد كده هنزل بقى شويه بشويه كده دقيق، وهقلب في اتجاه واحد. شوفوا اللي هي الخطوات قد ايه بسيطه لكن مهمه جدا انك تتبعيها مظبوط عشان تطلع الكيكه معاكي ناجحه زي ما انت شايفه كده. شويه بشويه دقيق كده. وبعد كده انا طبعا نسيت برضو انا معلقه الخل في الاول، فانا حطيتها دلوقتي مفيش مشكله خالص، بس انتوا تحطوها مع المقادير يعني. تمام، هتقلبي لغايه ما توصلوا القوام ده. الطاجن عندي او الصينيه مدهونه زيت فقط، مش دقيق يا بنات، زيت بس. بعد كده نزلي بقى الخليط بتاعك، هتبقى بالشكل ده. التسويه بتاعتنا على فرن حار الاول، يعني شغليه يعني قبل ما تعملي الكيكه بحوالي 10 دقائق بس، وحطيه على الحراره 180. هياخد حوالي تلت ساعه او اكتر او اقل شويه حسب الحراره بتاعت فرنك يعني. تمام. بعد ما هتطلع بالجمال ده، شايفين بعد ما طلعت يعني قد ايه مظبوطه جدا. حطي بقى كده، يعني حط يعني خرميها الاول بس بشيشه اللي هي الشيش طاووق ديت، اللي هي العصايه بتاعت الشيش طاووق. وكوبايه الحليب فضي فيها. شايفين يعني من نجاح الكيكه يا بنات ان هي بصوا ما بتاخدش، يعني بص اللبن اختفى في ثواني على طول. هنسيبها بقى كده شويه الكيكه ونعمل الكراميل بتاعنا. الكراميل عندي طاسه سخنه هحط فيها نص كوب سكر، وهسيبه على نار هاديه. اهو مهم جدا على نار هاديه او متوسطه، بس تكوني جنبه على طول. طبعا اول ما الحروف تحمر بالشكل ده اهوت هنبدأ نقلبه، مش قبل كده يا بنات عشان ايه؟ ما يخرص مننا ويبقى الكراميل معانا مش ناجح. هنقلبه كويس جدا كده فترة لغاية ما يبقى عامل زي السائل خالص. شايفين مية، مفيش اي حباية سكر باينة خالص، كله داب في بعض. تمام. بعد كده هنزل بكوباية حليب، وخلي بالي بس علشان ايه ممكن بيفور. شايفين؟ وهسيبه بقى برضه كده على نفس النار لغاية ما ياخد ويدي كده مع بعضه، لغاية ما يسيح خالص، مفيش أي تكتلات معاه. تمام. هسيبه بقى كده على النار لغاية ما يسيح. شايفين بقى مية خالص، مفيش أي تكتلات. بعد كده أنا عندي 3 معالق حليب مع معلقة نشا، وهدوبهم مع بعض كده، وهنزل بيهم على اللي هي الكراميل بتاعي بالطريقة ديت. وهفضل بقى ايه اقلب كده كويس، وهسيبه يغلي لغاية ما ياخد اللون والتقل اللي شايفين ده. التقل كمان، ولما بيبرد كمان بيتقل كده. تمام، اظن مفيش اسهل من الكراميل ده. هسيبه بقى الكراميل يبرد وتعالوا نعمل الكريمة. انا عندي الكريمة نص كوب كريم شانتيه، ومعلقتين سكر، وكوب مية ساقعة او متلجة. اضربي بقى كويس جدا كده لغايه ما يختلط كده كله مع بعض ويعمل فوم شويه. بعد كده انا لقيته يعني تقيل شويه، فانا حطيت كمان ربع كوبايه عشان انا اللي هي الكريمه الكريم شانتيه عندي اللي هي المتحده ده ممتاز جدا يا بنات، لو لقيتوه هاتوه. وبعد كده المعلقه اللي انا حطيتها الزياده اللي هي معلقه كريمه لباني، وممكن الاستغناء عنها مفيش مشكله. طبعا انا حطيت الكريم شانتيه في الكيس كده، بيبقى اسهل علينا ان احنا تفرديه كويس. تمام. اخلص بقى كده اهوت. وبعد كده تفرديه بيبقى في منتهى السهولة، وما بيعملش معاكي اي مشكلة. بصي بيتفرد في ثواني ازاي، وبيطلع كله تساوي من الجوانب كلها متساوية مع بعض، كله نفس الحجم واحد. اهو مفيش اسهل من كده. بعد كده برضو فانا قلت احط بالمرة اللي هي الكريم كراميل برضو في الكيس. تمام. وبعد كده طب بس في بقى يعني ايه النصيحة يعني، بعد ما سويت الكريم شانتيه على الكيكة دخليها الفريزر لمدة مثلا ايه ربع ساعة كده، او التلاجة نص ساعة. الكريم شانتيه يتماسك، افردي عليها الكراميل هيطلع وياكي ممتاز ممتاز يعني. تمام. بعد ما فردنا بقى
في شوية كريمة أنا كنت حيشاهم يعني، حطيتهم برضو في كيس تلاجة كده صغير، لو عندك كيس حلواني مفيش مشكلة خالص، وعامل خطوط كده بالورد. وبعد كده احنا عندنا اللي هي الخلة، هنبدأ نعمل هنشد كده بيها الخطوط رايح جاي، او ممكن ما تضيري الطبق كده زي ما انت ما هتشوفيني دلوقتي، وبعد كده تعمليها برضه في نفس الاتجاه، بس المهم ايه ضيرت ايه الطبق. شكل جميل جدا، قد كده بسيط، قد كده بيدي شياكة وجمال فظيع بصراحة. انا بعشق الكيكة ديت، كيكة الحليب بالكراميل، حاجة بص من الاخر فاخر يعني كده، ما فيهاش كلام بصراحة يعني. نشوف بقى القطعة بقى كده. يا سلام على الجمال لما بيتكلم، انهيار بقى الكراميل كده على الكيكة مع الكريم شانتيه، لا انسي بجد، لازم أن تدوقيها ولازم أن تاكليها علشان تحسي بطعمها غير الوصف الكلام خالص. قد ايه طرية، قد ايه بصراحة فظيعة بصراحة، ما فيش أجمل من كلمة رهيبة تتقال على الكيكة دي. يا رب الفيديو ينور رضاكم وتنفذوه. السلام عليكم.